ببيضة واحدة بس هنعمل أحلى كيكة اقتصادية سهلة وسريعة وقوامها تحفة جدا. وفي تكات حصلت مني هقولها لكم برضو في الفيديو. تعالوا بينا نشوف الوصفة. معانا بيضة واحدة زي ما انتم شايفين، بيضة واحدة. معانا كوباية سكر وكيس فانيليا، كيسين فانيليا، ومعانا نص كوباية زيت. معانا نص كوباية زيت وكوباية لبن، وهنضرب ده كله مع بعض لحد ما ومعلقه خل عشان تدينا الهشاش، عشان احنا مستخدمين بيضه واحده بس. وهنقعد نضرب فيهم كده، نعمل ميكس كده لحد ما الزيت والسكر والبيض يختفوا ويبقى لونه ابيض زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهنحط معانا كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه الملح. تمام. ومعلقتين كبار، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. وهنعملهم مع بعض عشان دي اصلا احنا عاملينها ببيضه واحده زي ما انتم شايفين. انا عشان الكاكاو اصلا انا جايباه نضيف يعني، وجايباه عارفه جايباه منين، فمش بدخله بصراحه. لو انت شاكه فيه تدخليه. زي ما انتم شايفين كده قلبنا المكونات مع بعض، وهننزل بالخليط اللي احنا عملناه. هنقلبه لحد ما نشوف سمكه. انا سمكه تقل معايا، زودت له شويه لبن صغيرين. دلوقتي انا عملت غلطه يا بنات، بس ما تعملوهاش. انا دلوقتي عملت ان انا الكيكه من اول ما طلعت ما استنيتش عليها فقلبتها، ففرولت في حتت منها اتقطعت. فعشان كده في اول الفيديو هتلاقوا حاجه متقطعه، حاجه بسيطه. فانتوا ما تعملوش الغلطه اللي انا عملتها عشان كنت مستعجله عليها. العيال كانوا عايزين ياكلوا كيكه واستعجال فجيت اقلبها، فما صورتهاش بصراحه علشان ما كانتش لطيفه. فانا حبيت اقول لكم برضو على التكه دي عشان اكون في المصداقيه معاكم بصراحه. فدول زي ما انتم شايفين كده ما زودت لها اللبن اهو. شوفوا بقى قوامه بقى حلو ازاي. ولو وصلت لحد ما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي انا هرشيه كاكاو. الكاكاو ده كاكاو اسباني غامق جدا، فده اللي كان عندي بصراحه، فرشيته على وش في الصينيه من تحت، فهتلاقيه غامق جدا. فغير الكاكاو اللي انا جايباه ده كاكاو معلب انا جايباه، لكن ده من عند العطار. فدلوقتي يا حبايبي هنحط نص كوبايه لبن، ده الصوص بقى، ونص كوبايه سكر، ومعلقتين كبار من الكاكاو، وهنضربهم مع بعض، ونص كوبايه زيت. يعني كل مقادير نص كوبايه نص كوبايه. وهنضربهم زي ما انتم شايفين لحد ما قوامه يبقى بين تقيل قوي خفيف قوي، مش هتقل برضه عشان نحطه في التلاجة هيتقل. وانا برضو الصوص ما صورتهوش علشان انا برضو الصوص صورته لما الكيكه اتقلبت وما كانش بصراحه عاطفيه خالص. فانا عشان كده قلت اعمل برضو صوص معاكم، واستنوا عليه لما تبرد خالص جدا جدا جدا، وتحطوا بقى الصوص عليها. ما تعملوش غلطتي، انا استعجلت بصراحه فيها. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. شوفوا الصوص بقى حلو ازاي. هنحطه في التلاجة لحد ما يتقل، واوريكم الكيكه بعد ما طلعت من الفرن. بصوا بقى الكيكه جميله والله، بصوا حلوه ازاي، والله جميله جدا. بس انا خساره ان انا ما قلبت يعني، ما سبتهاش تبرد. انا عملت لها خرام كده وحطيت لها شويه لبن علشان تبقى طريه. هي طرت بقى معايا. انا اول ما طلعت حطيت لها اللبن، المفروض انا سابها تهدى خالص واحط لها لبن عادي. احنا بنتعلم كلنا من بعض، مفيش اي مشكله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهي هنا بعد ما طلعت بقى وكنت حطيت الصوص عليها، هي جميله وتحفه جدا جدا جدا. بس انا بقول لكم الحتت اللي انا اخدتها اللي ظبطت فيها عشان تبقى حلوه. بص جميله والله وهشه.